السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير ان شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نتمنى يعجبكم المحتوى ونتمنى تدعموني بلايك فضلا منكم وفرجه ممتعه. نقولوا بسم الله. اصبحنا واصبح الملك لله، اللهم لك الحمد. ملي كنفيقوا على خير وبخير، اما الشقه وتماره ماشي مشكل، نوضو نجمعوا فراشنا، نطيبوا فطورنا ونغسلوا المعينات ونعاودوا من الاول. طيبي الغدا، غسلي الماعن، تكاي، نوضي ديري كاسكرول. هذا الروتين ديال ما كنكونش خدامه كندير هكا. اما ملي كنكون خدامه كنصلي الفجر وكنبقى حتى لديك 7 وكنمشي للخدمه، ما كنديرش هاد الروينه كامله. المهم تقطينا اللي قسم الله، غسلت هاد الديسير، مسحت الخضيره، مسحت الثلاجه، قديتهم في الشبيكات. المهم كاع داكشي اللي تقضينا رصيته في بلاصتو، اللي يتمسح يتمسح واللي يتغسل يتغسل واللي غادي يتلاح غادي يتلاح. من بعد ما كملت الفيديو اللي فات كنت حطيت معكم الصباغه ديال الشعر، ولكن غسلتها غير في الدار. ملي غسلتها في الدار بحال تشوك ليا شعري شويه. اللي شفتو هكا كتشوك قلت غدا للحمام ندير ليه هاد الماسك. اصلا هاد الماسك ملي كنديرو سبحان الله في الدار كيعطي النتيجه شويه غير النص، اما ملي كديريه وتمشي للحمام عرفتي كيخرج الشعر مسبسب، وقيله حتى كيبغي السخونيه. داكشي علاش دابا شحال من مره كنديرو كنلقى الفرق ما بين في الدار غسيل الدار وغسيل الحمام. هاد الماسك لاله مولاتي درت فيه صفر بيضه، 2 معالق ديال الزبده يكونوا عامرين، 2 معالق ديال اي بلسم، 2 معالق ديال زيت الكوك، ومعلقه ديال العسل. بالنسبه للعسل الا كان عندك ديري ديك المعلقه، ما عندكش بلاش، الله غالب. خلطت هاد المكونات مع بعضياتهم مزيان حتى ولاو بهذا الشكل. طبقتهم على شعري ودرت عليه البوني، راكم عارفين البوني، ودرت دريرتي وخليته حتى نمشي للحمام على خاطري ما غاديش يضرني. قبل ما نمشي للحمام قلت ارا نوجد شي مادلين. درت كاس ديال السكر مع بيضه مع كاس ديال الرايب، الا ما عندكمش ديروا حليب ولا ماء ولا دانون، رشه ديال الملحه، نكهه ديال البرتقال ولا الحامض، ونص كاس ديال الزيت. درت عليهم 2 كيسان ديال الطحين، ودرت عليهم ساشي ديال الخميره الوزن 8 غرام، وخلطت المكونات كاملين مع بعضياتهم في دقه واحده. ملي كتخلطي الخليط الا جا قاصح راه كديري واحد المعلقه ولا 2 اما حليب ولا ماء، جاك خفيف راه كديري معلقه ولا 2 ديال الدقيق، جاك هو داك بحالي داكشي اللي بغينا. من بعد ما خلطت الخليط كامل اول عندي بهذا الشكل هذا، درت 2 معالق كبار ديال الخل الابيض ولا الاحمر اللي كان. هاد مادلين كتبغي الفران يكون سخون، داكشي علاش انا شاعله الفران من قبل، والدرجه ديال الحراره راه عاديه بحال اللي غادا نطيب كيكه. من بعد ما كملت جبت هاد المول دهنته بالزبده وصافي، وغادي نخوي فيه الخليط. نتوما الا كنتو ديروا بحال هاد المول هذا نيت ديري الزبده ولا الزيت، وضروري ما تغبري بالطحين، حيت انا ملي طابو تحيدوا ليا غير بالزز. داكشي علاش دهنيه بالزبده ولا بالزيت، وملي يخرج تعاودي تغسليه ودهنيه وتغبريه عاد تكملي الخليط. ملي تخوي الخليط ضروري ما ديري ليه هكا بهاد العويد هكا من الوسط باش يجي مقاد. صافي كنشعل عليها من تحت كطيب، كنرجع نشعل عليها من الفوق حتى كتحمر، وكان هذا هو الشكل النهائي ديالها. نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ايوا بسلامه عليكم، خليوني نمشي للحمام، تبقاو على خير.